اهلا بيكم. النهارده هنحلل فيلم فورست جامب. هو فيلم درامي امريكي من اخراج روبرت زيمكس عام 1994، وبطولة توم هانكس في دور فورست جامب. الفيلم مقتبس من رواية بنفس الاسم كتبها وينستون جورم عام 1986. ويلا بينا نبدأ. الفيلم ده بيحكي عن واحد اسمه فورست جامب، راجل طيب وبسيط كده، دماغه مش أسرع حاجة يعني، بس قلبه أبيض ونيته سليمة. من أول الفيلم هو قاعد على دكة في محطة أتوبيس وبيحكي اللي حواليه قصة حياته وكل اللي حصل معاه، وده اللي احنا بنتفرج عليه. الولد ده اتولد وهو عنده مشاكل في ضهره وذكائه على قده، فالناس كانت بتستضعفه وبتتريق عليه، بس مامته كانت ست قوية وفضلت تشجعه وتقوله ان انت زيك زي اي حد تاني واحسن كمان. كبر شوية واتعرف على بنت اسمها جيني، ودي كانت حب حياته من وهو صغير لحد ما كبر، وهي بقى كانت عايشة حياة صعبة، فكانت طول الوقت هربانة من مشكلة. المهم فورست فجأة بقى بيجري كويس جدا، بيجري كأنه صاروخ، وده خلاه يدخل كلية يلعب فوتبول وياخد منحة، وبعد كده دخل الجيش وراح حرب فيتنام، وهناك أنقذ زميله ببطولة مش طبيعية. وبعد الحرب بقى بطل في تنس الطاولة، وبعد كده فتح مشروع جمبري مع صاحبه اللي وعده انه هيعمل كده لو رجعوا من الحرب، وبقى مليونير من ورا الجمبري ده. وكل ده هو لسه بيحب جيني اللي كانت داخلة خارجة في حياته ومش مستقرة خالص. وفي الآخر بعد ما لفت الدنيا جيني رجعت له وخلفت منه ولد وسموه فورست برضه. الفيلم بقى كله كده بيوريك ان الراجل الطيب ده رغم انه بسيط وناس كتيرة كانت بتستهين بيه، عمل حاجات عظيمة وعاش حياة غير متوقعة خالص. ودي كانت قصة الفيلم باختصار. تعالى بقى نحلل الفيلم واوريك اهم التفاصيل في الفيلم كله. تعالى بقى ننتقل للفترة اللي فورست دخل فيها الجيش. كان لسه ساذج كده ومش فاهم الدنيا، بس كان بيسمع الكلام وبيعمل اللي اتقاله بالحرف، وده خلى القادة يحبوه ويقولوله ان انت احسن واحد بيلم سلاح في الجيش. وهناك اتعرف على صاحبه بنجامين اللي كان دمه خفيف كده وعايش يحلم انه يعمل مشروع جمبري بعد الحرب، وفضل فورست فاكر كلامه حتى لما بنجامين مات في الحرب، رجع وحقق حلمه بداله. وبعد الحرب ما خلصت قابل الملازم دان القائد بتاعه اللي خسر رجليه في الحرب، وكان زعلان جدا انه ما ماتش زي ما كان بيحلم، بس فورست فضل جنبه وساعده يلاقي معنى لحياته تاني لحد ما دان كمان بقى شريكه في مشروع الجمبري. تعالى بقى ننتقل لشخصية جيني ونحللها من كل تفاصيلها. وجيني كانت عايشة في دوامة من مشاكل في بيتها لعلاقات غلط لحياة في ضياع، وكل شوية تطلع من حياة فورست وترجع له تاني، ولما بترجع هو عمره ما بيلومها وبيفتح لها قلبه وبيحبها زي ما هي. جيني مثلت العكس تماما لفورست. هي معقدة وعاشت حياة مليئة الصراعات الداخلية والخارجية، سواء كانت بسبب طفولتها الصعبة وعلاقتها المتقلبة. جيني مثلت البنت التايهة في المجتمع الأمريكي في الستينيات والسبعينيات، في فترة كانت مليانة تغيرات اجتماعية كتير. قصتها مليئة بالهرب المستمر من الماضي ومن نفسها، رغم انها تحب فورست الا انها مش قادرة تتخلى عن حياتها المليئة بالتحولات والمشاكل. الرمزية في شخصية جيني هي تمثل الحرية، ولكن الحرية هنا مرتبطة بالاضطراب وعدم الاستقرار. فورست كان ثابت في حبه لجيني، لكن هي كانت دايما بتهرب منه رغم الحب الكبير اللي كان ما بينهم. كل واحد فيهم كان بيعيش حياة مختلفة تماما. بعد كده تعالى ننتقل لتطور الشخصية. الفيلم بيعرض تطور شخصية فورست بشكل فني بديع، من طفل بريء فاقد لوعيه بالعالم لحد راجل بالغ شارك في العديد من الأحداث الكبيرة في التاريخ الأمريكي. تطور شخصية فورست مش بيحصل بسرعة، لكن بنشوف في مراحل مختلفة من حياته، وكل مرحلة بتكشف عن جزء جديد من شخصيته. في الطفولة فورست كان بسيط وكان عنده أم حنونة جدا علمته قيمة الحياة وأهمية البساطة. في الجيش فورست شارك في حرب فيتنام مع إنه مش عنده ذكاء استراتيجي، لكنه بيظهر شجاعة وإصرار غريبين، وده اللي خلاه يتعلم قيمة جديدة زي الولاء والشجاعة. في الرياضة فورست شارك في فريق كرة القدم الجماعي، وده كان بداية لتأكيد فكرة إن أنت مش محتاج تكون عبقري عشان تنجح. في الحياة العادية لما بدأ الأعمال مشروعه في بيع الجمبري، كانت بداية لفكرته عن كيف يمكن البساطة والإصرار أن يقودوا للنجاح الكبير. المفتاح هنا هو إن فورست مش بيدور على نجاحه في الحياة، هو بس بيعيش حياته بصدق ومن غير ما يحاول يغيرها عشان يرضي حد، وده اللي خلاه ينجح. تعالى بقى اوريك الرمزيات المخفية في الفيلم ده كله. اول حاجة الريشة اللي بتطير في اول واخر الفيلم بتمثل القدر وان الانسان بيتنقل في الحياة زي الريشة مع الريح. تاني حاجة الجري، كل ما فورست يجري بيهرب من حاجة او بيبدأ حاجة جديدة. الجري هنا رمز للتغيير والتحول. تالت حاجة الفشل والنجاح، الفيلم بيقولك ان النجاح مش محتاج ذكاء خارق، احيانا محتاج بس قلب طيب واصرار. تعالى اقولك ليه الفيلم لمس قلوب الناس والناس لسه بتحبه لغاية النهاردة. لأن فورست هو مرآة للبراءة اللي فقدناها في عالم مليان مصالح وتعقيدات، وفورست كان مختلف وبسيط وصادق وبيحب من قلبه. والفيلم ورانا إن الإنسان ممكن ينجح ويأثر في حياة ناس تانية حتى لو المجتمع شايفه مش طبيعي. تعال بقى نروح للجانب الفني. التمثيل، توم هانكس أبدع وقدم واحد من أعظم الأدوار في تاريخ السينما. الموسيقى بتاخدنا في رحلة زمنية من الستينيات للتمانينيات، وبتخلي المشاهد يحس بالحقبة الزمنية دي. المؤثرات البصرية، اندماج فورست في أحداث حقيقية زي لقاء مع الرؤساء كان معمول بإتقان عالي جدا. آخر حاجة وقبل ما تخلص الحلقة، تعالى أقولك على حاجات ما تعرفهاش عن فيلم فورست جامب. الجزء اللي متمش تصويره في المشهد اللي بيقول فيه فورست أمي تقول أن الحياة زي علبة الشوكولاتة متعرفش ايه اللي هيجيلك، كان فيه جزء أصلي في الكتابة كان بيقول أمي تقول أن الحياة زي علبة الجبنة لكن تم تغييره عشان يكون أكثر تأثيرا.
تاني حاجة توم هانكس نزل في وزن كبير قبل ما يبدأ تصوير فيلم. توم هانكس كان لازم ينزل وزن كبير عشان يلعب دور فورست، وده بسبب انه كان عاوز يظهر بشكل طبيعي كحد سكان الجنوب الامريكي. تالت حاجة مشهد العداء كان حقيقي. مشهد الركض عبر امريكا الام بي فورست كان مشهد مليان بالالهام، لكن الجزء ده اتطلب من توم هانكس يركض لمسافات طويلة يوميا، وكان دي طريقة لإظهار كيف شخصية فورست جامب كان عندها إصرار غير طبيعي. رابع حاجة الجملة الشهيرة ران فورست. الجملة دي اللي قالتها جيني في الفيلم اتكتب في النص بشكل عفوي خلال التصوير، وما كانش مخطط لها انها تبقى جملة شهيرة لدرجة ان الناس تفتكرها لحد النهاردة. خامس حاجة ودي الأخيرة، الإنترنت كان متأخر في مشهد فورست وهو بيتكلم على الإنترنت وبيبعت رسائل لجيني. كانت التكنولوجيا دي جديدة في الوقت ده، وده خلى المشهد يخلق انطباع ان الإنترنت كان عنصر أساسي في الحياة اليومية قبل ما الناس تتعود عليه. الفيلم ده طبعا كان من احلى الافلام، وكان مليان تفاصيل صغيره كده بتخلي الناس تحبه اكتر. وكده بتنتهي حلقتنا النهارده، ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وسلام.